بزاف الاسئله اللي كتجينا على المدير الفوزي المزرتي، واش غيمشي واش ما غاديش يمشي، خصوصا ان مجموعه من المواقع التونسيه تكلمت في هذه 48 ساعه اللي فاتت على ان كاين اتفاق مبدئي ما بينه وبين النادي الافريقي التونسي، بل هناك مواقع تونسيه قالت انه طار الى تونس والتقى، ما كاين لا طار لا والو، السيد راه باقي في الدار البيضاء وكيتريني بالوداد وراه عندهم حصه تدريبيه اليوم استعدادا المباراه ديال المغرب الفاسي اللي غيختتموا بها مرحله الذهاب ديال البطوله. وفي الحديث ديالنا مع يعني مصادر من داخل المكتب المسير الوداد راه ما كاينش رحيل ديال بنزرتي في هذه اللحظه هذه. ولكن استاذ رضا، انا السؤال اللي عندي وسؤال عارض، علاش دائما البنزرتي السنوات السابقه من اللي كان كيدرب سواء الوداد او الرجاء كان دائما الرحيل ديالو عن اي نادي كيسبقوا دائما هذا الجدل ديال انه نادي تلقى عروض تلقى هذه. عرفتي علاش؟ لان بنزرتي دابا سابقه هذيك السمعه، ديال بحال كيقولوا يعني ما كاينش الولاء الفريق، يعني انه كيدرب فريق في اي لحظه ممكن انه يمشي. حتى واحد المساله اخرى كيديرها فوزي البنزرتي طبعا واللي كيديرها الابن ديالو الايمن اللي هو في نفس الوقت لاجون ديالو، هي انه في لا كلوز ديال ريزيلياسيون ما كتكونش صعيبه عليه بزاف. يعني كيقول لك مثلا الطرف اللي بغى يفسخ العقد كيأدي كنظن راتبين او 3 رواتب، يعني حتى كتجي ما صعيباش بزاف. مثلا بغى يريزيلي الكونترا ديالو، نقولوا حنا عنده تقريبا 35 40 مليون في الشهر، كتجي 70 ولا 80 مليون. باغا الفرقه الاخرى اللي باغا تجيبو كيقول مخلصوا لي لا كلوز ليبراتوار مثلا 3 شهور ضربها انت في 40 شحال كتجي، ما كتجيوش بزاف، كيخلصوا لي لا كلوز ليبراتوار وكيمشي كيضرب.